كل سنة وانتم طيبين. العيد ما ينفعش من غير الرنجة. يلا بينا نعمل مع بعض سلطة الرنجة تفتح نفسنا كده أول يوم العيد، وتغيير من أكل رمضان اللي زهقنا منه كلنا. يلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة هننضف الرنجة كويس وهنفتحها من جوه عشان نبدأ نخليها زي ما انتم شايفين كده بالظبط، عشان بعد كده هنشيل القشرة بتاعتها، وهنشيل طبعا اي شوك فيها، وهنشيل القشرة بتاعتها من بره زي ما انتم شايفين كده اهو، عشان نبدأ نقطعها بقى. هنقطعها كده اهو ونعملها بعد كده مكعبات. الرنجة بعد ما خليتها وقطعتها نبدأ بقى نشوف هنحط عليها ايه. نخلي بالنا نطلع منها الشوك كويس جدا. هننزل على الرنجة اول حاجة بالبصل اللي احنا مقطعينه حلقات، وبعدين الفلفل الاخضر الحامي او العادي براحتكم، وطبعا الخيار المتقطع والطماطم، ونقلبهم مع بعض كويس، ونبدأ ننزل عليهم بقى بليمونة كبيرة. واخر خطوة هننزل عليها بالطحينة، ونقلب كل الخليط ده مع بعض. عايزة اقول لكم ريحتها روعة. وكده السلطة بقت جاهزة على الاكل، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله.